قبل الفيديو ما يبدأ أتمنى إنك تدعمني باللايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. مشاهدة ممتعة. في ناس بتسأل دايما ليه ربنا بيختارنا للوجع؟ ليه بيكسر قلوبنا؟ وده سؤال طبيعي جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنساتي سادتي عزيزي المستمع، لأن اللي بيتوجع بيبقى شايف الدنيا سودا في وشه ومش شايف أي خير في اللي حصل. بس اسمع كويس، ربنا ما خلقش جرح في قلبك إلا وفي دعوة مستنياك من تحت الوجع. كل مرة قلبك اتكسر أو حلم ضاع أو حد أذاك، كان في حاجة في قلبك بتتولد، يمكن دعوة عمرك ما كنت هتقولها أو دمعة من جواك خلتك فعلا تقرب من ربنا. مش الدعاء السطحي اللي احنا بندعيه، لا، الدعاء اللي طالع من جواك، اللي من عمقك من جوه، اللي بيقول يا رب انا محتاجك. كلنا بنتكسر وكلنا بنتوجع، بس اللي بينضف وبيطلع اقوى هو اللي بيكتشف ان الوجع ده كان هدية مش عقوبة ربانية. فانت لو مجروح دلوقتي من اللي بيحصل حواليك، مش الجرح يعدي كده، طلع منه اقوى دعاء ممكن تكون هي بداية كل حاجة جديدة حلوة في حياتك. متنسانيش باللايك وشير وسبسكرايب وتتابعني على الصفحات اللي هحطها قدامكم دي. استنوني الفيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم.